السلام عليكم ورحمة الله. ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يا اهلا وسهلا بكل اللي شرفوني ونوروا القناة. ولو انت لسه مشتركتيش اتمنى انك تشترك عندي في القناة، وكمان متنسيش تحطي لي لايك. الفيديو بتاع النهاردة من الفيديوهات اللي بحبها جدا واغلب الستات تقريبا بتحبها. فيديو مشتريات، حاجات كده جبتها للبيت، وكمان منظمات للتلاجة وللمطبخ. اول حاجة معايا ال3 علب دول، كنت مصوراهم مع حضراتكم في اخر فيديو نزلته. دي جايباهم للتلاجة. الصراحة بحفظ فيهم الحاجات في التلاجة، بتكون حلوة جدا وبتقعد معايا فترة كبيرة. ال3 علب دول عاملين 30 جنيه، يعني الواحدة عاملة 10 جنيه. خامتهم كانت حلوة جدا، شايفين بيدخلوا غسالة الأطباق عادي، بيستحملوا درجات حرارة عالية. وكمان معايا القطاعة الجميلة دي، حسيتها كده صغيرة مش هتاخد معايا مساحة في المطبخ، كانت عاملة 10 جنيه. انا جربتها صراحة وخامتها كانت جميلة جدا، وحطيتها في غسالة الاطباق كانت ما شاء الله حلوة. وكمان جبت الكوسترات دي، انا جايباهم صراحة مش عشان احط عليهم حاجات سخنة، لا انا جايباهم عشان احطهم بس كده على الرخامة، يعني يدوا شكل مش اكتر. كنت جايبة منهم لون تركواز، وحبيت ان انا اجيب منهم اللون البينك ده، شكلهم حلو قوي وعليهم اليونيكورن ده. خامتهم حلوة صراحة، بس اوحش حاجة بقى فيهم ان لو جه عليهم اي حاجة فيها لون زي كركم او حاجة زي كده بتباع ومش بتطلع منهم. كمان جبت الشاليمو ده، انا جايباهم لولادي صراحة، حلوين قوي وشكلهم حلو. جبتهم كده عشان يشجعوهم يعني يشربوا عصير او حاجة. ال4 منهم عاملين 20 جنيه، يعني الواحدة تقريبا ب5 جنيه. هما بقى محطوطين كده في باكت، بس هما طلعوهم من الباكت. دي الاشكال اللي موجودة، في اشكال طبعا كتير فواكه وحاجات زي كده، بس انا ما لقيتش غير الاشكال دي فجبتها. ده منهم شكل سمايل، وفي اليونيكورن ده، في بقى تفاحة، في رمان، في ليمون، في بطيخ، في اشكال كتير جدا بتكون موجودة. ده شكله برضو جميل. وكمان جبت الازايز دي جبت 5 ازايز، بس واحدة منهم اتكسرت الحمد لله، فاتبقى معايا ال4 دول. دي الاشكال اللي كانت موجودة. حبيت انوع في الاشكال، ما حبيتش ان انا اجيب كله شكل واحد. كمان كنت محتاجة قوي ان انا اجيب معلقة سيليكون، فلقيت دي صراحة عجبتني، كانت عاملة 17 جنيه فجبتها. وكمان العلب دي تركي، اللي هي نازلة جديد، دي من شركة الوطنية، طبعا ده صناعة مصرية مش تركي ولا حاجة. جميلة قوي، عجبتني بقى. دي البلاستيك، هي نازل منها طبعا اللي معروفة اللي هي الصاج، بس انا ما حبيتش اجيب الصاج، قلت ان هي ممكن تبقى مش عملية، ممكن تصدي، هتبقى مقرفة قوي ان انا مش عارفة يعني ابقى واخدة راحتي معاها كده وعاملها كده ايه معاملة حلوة. لا دي بقى بصراحة حسيتها جميلة قوي. الاتنين دول نفس المقاس، بس مش عارفة لما رحت جبت واحدة كانت بسعر، لما رحت اجيب التانية لقيتها بسعر تاني خالص. واحدة كانت عاملة 20 وواحدة 18. حبيت اجيب لونين مختلفين يعني، عشان ما حسيتش ان انا محتاجة الاتنين زي بعض. دي المعلقة اهي، فتحتها من الكيس، خامتها جميلة قوي. انا لسه مجربتهاش بس هي حلوة. والاطباق دي ال4 منها ب10. انا استخدمتهم بصراحة 3 حلوين قوي، ده اللي لسه مستخدمتهوش. خامتهم جميلة قوي برضو، تخش غسالة الاطباق حلوة. دول لا لسه مستخدمتهمش في غسالة الاطباق. جبتهم عشان احط فيهم مثلا شوية قرص ابقى عاملاهم كوكيز او حاجة زي كده، بسكوت او حاجة. ف منهم شكلهم حلو على الرخامة، ومنهم يحفظوا لي الحاجة. اهو الكسترات اهي، انا بحب احطها كده على الرخامة. شايفين برضو المفرش ده، انا حطاه كده زي يعني كشكل مش اكتر، بس طبعا بستخدمه كتير في المعجنات. والبرطمانات دي ال3 كانوا عاملين 10 جنيه، حطيت فيهم السكر والشاي والقهوة. القهوة حتى خلصت، لسه هبقى احط فيها. انا غيرت مكانهم طبعا، بس انا حطاهم هنا مؤقتا عشان تشوفوهم. المفرش ده انا بقول لكم يعني ان هو حلو وكل حاجه، بس برضو مشكلته ان اي حاجه بتيجي عليه للاسف بيتبعق فيه، مش بتطلع. حطيتهم خلاص كده على الرخامه، برضه اغير من شكلها خالص.
بس بعد الفيديو ان شاء الله ما يخلص. وده طبعا منظم، هو بيبقى منظم للأدراج، حلو جدا للحاجات الملابس الخاصة يعني، أو للإكسسوارات للتوج بتاعتك، لحاجات الأدوات المدرسية بتاعت الأولاد، تقدري تستخدمي الحاجات كتير. طبعا بقى أهم حاجة جبتها المرة دي في الفيديو هي الحلل دي. كنت محتاجة قوي ان انا اجيب حلتين ستانلس، لان للاسف غسالة الاطباق بتاعتي ما بتاخدش اي حلل، ولا سيراميك ولا تيفال ولا كمان ألمونيا، فحبيت ان انا اجيب لها ستانلس عشان تنفع فيهم. دي كنت جايباها من الاولاني، دي كنت جايباها من فترة بس ما استخدمتهاش، فقلت استنى لحد ما اجيب واحدة كمان ونستخدمهم الاتنين مرة واحدة. دي نوعها الراجل قال لي انها تركي، انا مش عارفة صراحة في الانواع قوي يعني، بس هو قال لي انها تركي. حتى شايفين هي مطربة من كتر ما انا كنت راكناها اصلا فوق الدولاب. بتعامل معاها بحذر عشان خاطر هي لونها يعني عكسة مراية عشان ما تظهرش بس فيها. شكلها حلو كده، ودي مقاس 24 تقريبا، مش متأكدة صراحة 24 ولا 22، والتانية مقاس 20. زانوكس قالوا لي برضو ان الماركة دي حلوة فجبتها. عايزة اقول لكم حاجة، لما تروحي تشتريها خلي بالك، لان ممكن تبقى فيها غلطة وبعدين يقولك ان هي دي فرز اول وفرز تاني، بيبقى فيه شوية لعب كده على الموضوع ده لما بيكون فيه خصومات على الحاجات دي. انا رحت كنت جايباها من عند الشريف، كان عامل عروض، وبعد ما جبتها الراجل كان عايز يديني واحدة فرز تاني على اساس انها فرز اول، وللأسف دي بعد ما خدتها وجبتها البيت بعد كام يوم او اسبوع بالكتير لقيت فيها غلطة من تحت كده من عند القعر، قلت بقى خلاص يعني استخدمها بقى وخلاص، ولما استخدمتها الحمد لله ما فيهاش حاجة يعني. تقيلة كده وشكلها برضو حلو، حسيت ان انا عايزة اجيب الاتنين شكل بعض بس يعني ما لقيتش، فقلت خلاص بقى ايه شكلهم قريب من بعض يعني. انا جربتها، تنزل ان شاء الله باذن الله في الفيديو الجاي بقى واحنا بنجربها كده مع بعض. وكمان كده هعمل ترتيبات ان شاء الله باذن الله في المطبخ، يعني غيرت مكان الحلل خالص اللي هي الالمونيا، شلتها كلها من مكانها وحطيتها في ضلفة تانية، فضيت ضلفة كاملة قلت احط فيها الحلل اللي هي الستانلس مع حاجات تانية يعني. هي من تحت 18/10. بصراحة احسن حاجة تعملي فيها اكل او تغلي فيها لبن هي الحلل الستانلس، وانا ما كانش عندي طقم ستانلس فحبيت ان انا اجيب دول. بس كده هنخش بقى على المشتريات اللي جبتها للحمام. جبت الطقم ده كان عبارة عن اللي هي اللي بتحط فيها الصابون بتاع غسيل الايد يعني، وكمان اللي بتحط فيها فرش الاسنان والمعجون اهي. خلوا شكل الحمام صراحة حلو قوي. وكمان العصفورتين دول اللي هي بتحط فيها فرش الاسنان والمعجون دي ب16 جنيه، والعصفورتين دي الواحدة ب10 جنيه. حبيت ان انا اجيب اتنين كده يعني احطهم كشكل على المراية مش اكتر. والصبانة دي حبيتها كده بقى تكون قليل يعني لونها قريب من الالوان بتاعة الحاجات دي، كانت تقريبا 15 بس. وجبت الكوبايات دي شكلهم كده غريب شوية، قلت اجيبهم للعصير مع الشاليمو بتاع الولاد دول يشربوا فيهم بس. ودي كانت مشتريات النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك للفيديو واشتراك للقناه لو انتي لسه مش مشتركه عندي، واسفه لو بتكلم بسرعه، ويا رب يكون الفيديو عجبك. اشوفك بقى ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد، مع السلامه. رجعت لكم تاني عشان اقول لكم التلات كوبايات دول كانوا عاملين 10 جنيه. يلا مع السلامه، باي. رجعت لكم معلش مرة كمان، مش شرط انك تبقى عايزة تشتري مشتريات تقولي لا انا لازم انزل اجيبها كلها دلوقتي مرة واحدة. لا، على فكرة الحاجات دي انا مجبتهاش كلها مرة واحدة، انا كان كل ما ربنا الحمد لله يرزقني بفلوس بروح اشتري حاجة بس كده.